دي سلسلة فيديوهات عن ال unlawful presence أو الوجود الغير قانوني هنا في أمريكا الجزء السابع. لو أنت شايف إنك هنا موجود في أمريكا وخايف إنك تكون بقيت unlawfully present يعني موجود بشكل غير قانوني، لازم تفهم الفرق بينها وبين ال overstaying إنك تكون قعدت مدة أطول بسيطة من الفيزا. كتير من الناس بيفتكروا إن ال unlawful presence وال overstaying هما نفس الحاجة، لكن الحقيقة مختلفة تماما. الفرق ممكن يأثر على مستقبلك كله هنا في أمريكا. خلينا نبسطها. الاوفر ستاي معناها انك فضلت في امريكا بعد ما الفيزا او الفتره المسموح بيها على الاي 94 بتاعتك خلصت، يعني ببساطه التاريخ عدى وانت لسه هنا. لكن الانلawful بريزنس دي حاجه تانية خالص، دي لما تبقى موجود في امريكا بشكل غير قانوني، يعني موجود في امريكا بدون ليجال ستاتس، او حتى موجود بشكل قانوني في امريكا بس لمده معينه. ودي الفتره اللي بتحسب عليك فعلا في ملف الهجره بتاعك. بص، علشان تبقى فاهم الموضوع ببساطه، انه الانلawful بريزنس ده بيحصل لما انت بتجمع عدد 180 يوم بعد المده المسموح ليك ليها بالفيزا انك تقعد هنا في امريكا. لو اترحلت من امريكا بتتمنع من دخول امريكا من 3 سنين ل 10 سنين. طب هل دي جريمه في حد ذاتها؟ لا، دي مخالفة مدنية فقط لا غير، لكن مش مخالفة جنائية، وليها عواقبها الوحشة جدا على وضعك القانوني هنا في أمريكا. والمهم تعرفوا إنه في ناس معينة ما بيتحسبش عليهم المدة دي اللي هي بتاعت الانلawful بريزنس، زي الأطفال اللي تحت 18 سنة أو اللي بيقدموا على طلب لجوء. لو دي حضرتك أول مرة بتشوفني، أنا اسمي بنوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. عندي شركتي الخاصة في اي بي يو اس immigration اللي من خلالها بقوم بمساعدة محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات، وشغلي بيشمل مراجعة الأوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية هجرة، وتجهيز ملفات الهجرة بشكل منظم ودقيق. وهدفي إني أساعد المحامين اللي أنا بشتغل معاهم وكل عملائهم وحضراتكم إن القضايا تتقدم صح من أول مرة، ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. لو أنت حضرتك شايف إن الموضوع ده بيخصك أو يخص حد تعرفه، احفظ الفيديو دلوقتي عشان تقدر ترجع له تاني، أو اعمل له شير لحد ممكن يستفيد. لو عندك أي سؤال سيبولي في التعليقات، وأنا هعمل كل ما في وسعي عشان خاطر أرد عليك في أسرع وقت ممكن.